اخيرا جبت لكم الطريقه اللي هنشوي بيها الفراخ من غير بهدله ولا دخان ولا فرن. هنبتدي بمحلول النقع، ودي خطوه مهمه جدا مش اختياريه ابدا. هنحط ملح وسكر وشرايح من الليمون وورق لورا. كل ده هنحطه مع الميه والفراخ، وهنضيف عليهم ربع كوبايه من عصير الليمون. بلاش تحطي خل، لان الخل بيزود من زفارة الفراخ. هنقلب الخليط ده كله مع بعضه، وهنسيبها في التلاجة لمدة ساعتين. انا سبتها حوالي 3 ساعات، وبعد 3 ساعات شلت العظمة بتاعة الظهر وفتحتها زي الكتاب كده، وبدأت انشفها من اي مية فيها. ودي برضو خطوة مهمة قوي، ان احنا نشرح الفراخ بالطريقة دي كده عشان ما تبقاش من جوه مدممة او لونها وحش او لونها اسود. هنبتدي نحط عليها الملح والفلفل الاسود زي ما انتم شايفين كده في كل حتة احنا شرحناها او فتحناها، من تحت ومن فوق. بس مش هنزود الفلفل ولا الملح عشان لسه هنحط تاني ملح وفلفل تاني. في الوقت ده كده احنا بنسخن طاسة على النار كويس قوي. هنسيبها تسخن جامد، وهننزل عليها بمعلقتين من الزيت هيسخنوا. هينزل عليها بالفرخة بتاعتنا على النار على البوتاجاز من فوق كده زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده. هنسيبها على نار عالية لمدة 5 دقايق. في الوقت ده هنحط طبق عليها بالطريقة دي كده، وهنجيب اي حلة او اي تقل او اي حاجة عشان نضغط بيها الفرخة. انا كان عندي الفورمة ديت حطيت فيها المية وحطيتها عليها بالطريقة دي، وده شكلها تقريبا بعد 15 دقيقة. هبتدي اقلبها على الجنب التاني. خدت اللون ده، هرجع تاني هكرر نفس العملية. هحط الطبق وعليه التقل تاني، وهسيبها تاني تكمل بقية سواها. هكرر العملية ديت حوالي مرتين او 3. انا هنا معايا معلقتين من الصلصة ومعلقة من عسل الاسود ونص عصير ليمونة، ومعايا البهارات ديت. معايا ملح، بهارات مشكلة، بابريكا، فلفل، كمون، كزبرة. هنزل بالتوابل ديت على الصلصة، وبعدهم عصير الليمونة، وهنزل عليهم بالعسل الاسود. ممكن تستخدمي اي نوع صلصة، ممكن تستخدمي معجون الطماطم، مفيش مشكلة خالص. انا هنا سبكت الصلصة معايا وخلاص، من غير بصل ومن غير توم. هي كده الفرخة استوت وممكن تكتفي جدا لحد هنا. ممكن ما تعمليش الخطوة دي برضو اختيارية، بس طبعا هتضيف كتير قوي للفراخ بتاعتك. هنبتدي ندهن وشها كده، الوش والظهر. وبعد ما ندهن الوش والظهر هنسيبهم بس ثواني، مش هنكتر عليها السوا تاني. كده انا بعد ما طفيت النار هحط قطعة صغيرة من الفحم، وعليهم معلقة صغيرة من الزيت، وهقفل عليها بورق فويل او اي حاجة عشان ريحة الفحم تبقى في الفراخ. هنقدمها بقى بالشكل ده كده او باي طريقة انت تحبيها. انا قدمتها مع العيش السوري، بس كانت ما شاء الله حاجة تحفة، حلوة جدا. هتشرفك قوي 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 في عزومات رمضان. ولادك هيحبوها جدا جدا، وهتبطلي تشتري الفراخ المشوية من بره. هسيبكم بقى مع الصور، هتجربيها وهتدعيلي. متنسيش بقى الاشتراك في القناة واللايك والشير.